السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معي من جديد على القناة. كنتمنى تكونوا في صحة جيدة إن شاء الله. يلقاكم هذا الفيديو نتوما في أحسن الأحوال. مبروك المنتخب ديالنا، وبالفعل كنتوا فخر للعرب وفرحتونا بزاف، الله يفرحكم. وبهذه المناسبة غادي نديروا واحد التورته اللي متواضعة جدا وبأقل تكلفة. ما كتفوتش معنا 20 درهم في التكلفة ديالها، ولكن النتيجة كتجي رائعة جدا، كنفرحوا بها وليداتنا. وهذا ما كان درت نهار ديال اللي لعبوا المغرب مع فرنسا. للاسف ما ربحتش فرنسا، لكن بالنسبه لنا راهم ربحوا وفرحونا. نبداو بالمقادير على بركه الله. كنعملوا جوج بيضات يكونوا بدرجه حراره المطبخ ضروري، وغنضيفوا عليهم واحد القبيصه د الملحه وثلاثه المعالق ديال السكر سنيده. بالنسبه اللي بغى المقادير بالغرام غنخليهم لكم في صندوق الوصف. صافي. ومن بعد كناخذوا الطراب الكهربائي وكنطربوا هاد المكونات مزيان مع بعضهم حتى كيضاعف لنا الحجم ديالهم وكيولي اللون ديالهم ابيض على هاد الشكل، والقوام ديالو كيتقل شويه. المهم ما يتقلش بزاف ولكن كيتقل. المهم هذا هو القوام اللي خصنا نحصلوا عليه على هاد الشكل هذا كيف كتشوفوا. صافي. هنا كنكونوا سالينا التستراب ديالنا. هانتوما شوفوا القوام. نزيد ناكد لكم على القوام، خصو يكون بهذا الشكل هذا. هنا دابا غادي نجيبوا الدقيق، غادي نديروا هنا 3 المعالق ديال الدقيق الابيض الخاص بالحلويات. كيف قلت لكم المقادير بالغرام غنخليهم في صندوق الوصف. ونزيدوا المعلقه الثالثه. صافي. كنغربلوا كلشي مزيان، وكنضيفوا واحد ساشي ديال الكاكاو اولا معلقه ديال الكاكاو مر، ما يعادل 10 غرام. صافي. غنغربلوها حتى هي ونضيفوها على الخليط ديالنا. هنا راه ولدي اللي كيخلط اللي كيغربل عفوا. صافي. هنايا غنبداو بالتخلاط. بالنسبه للتخلاط كنمشيو في اتجاه واحد اولا المهم من الاعلى للاسفل في اتجاه واحد حتى كينسجموا لنا هاد المكونات مزيان مع بعضهم، والدقيق كيدخلنا في الخليط ديالنا غير بشويه باش ما كيتهرش معنا داك البيض ديالنا وكيهودنا الخليط. صافي. هانتوما كيف كتشوفوا راهما انسجموا لنا المكونات مع بعضهم. دابا كنجيبوا هنا واحد المول. هنا هذا القطر ديالو تقريبا 22، ما بين 20 حتى ل 22، المهم اللي بغيتو ما بين 18 حتى ل 22. ديروا اي مول بغيتو وسوا يكون مربع ولا مدور. صافي. هنايا كيف كتشوفوا درت بابي كويسون في الخليط في المول ديالي، اولا دهنوه مزيان بالزبده. اللي ما بغاش يدير الورق يدهنوه مزيان بالزبده من الاحسن الورق، ولكن لما كانش دهنوه غير بالزبده مزيان ورشوه بالدقيق وديروا الخليط ديالكم. في هذا الاثناء راه انا مشعله الفرن ديالي من الاعلى والاسفل على درجه حراره 170 درجه. غادي ندخلو حتى كيطيب على خاطرو وكنخرجوه. كنتاكدوا منه انه طاب شي كوردون ديال السنان وكنخرجوه. الا خرج ناشف راه هو طاب. هنا في هذا الاثناء اللي كيطيب غادي نمروا باش نعملوا السيرو. درت 4 كاس ديال السكر سنيده، واحد ساشي ديال الفانيلا، ونص كاس ديال الماء. وغنديروا الخليط ديالنا على النار حتى كيتقل وكيكون طاب الكيك ديالنا. كنخليوه يبرد شويه وكنسقيوه بهذا السيرو هذا. بالنسبه للكيك واحد الملاحظه، اللي خصو يجيه طالع يشعلو من الاول غير من الاسفل، واللي خصو يجيه عادي بحال اللي درت انا هنا دابا يشعلو من الفوق ولتحت. صافي. الكيك ديالنا طاب كيف كتشوفوا كتجي الطبقه ديالو متوسطه رقيقه ماشي منفوخ. هنا غادي ناخذ واحد الاطار اللي يكون كيتفتح. خديته دائري طبعا، الا كنتو درتوه مربع تاخذوه مربع. وكنشد على الكيك حتى كيوصل، المهم حتى كيتزيرنا الكيك كيدخل فيه. وغادي نسقيو بالسيرو اللي عملنا وهو مازال سخون. الكيك راه برد شويه ولكن السيرو مازال سخون. صافي. كنسقيو مزيان من الجوانب كامله. ما بغيتوش ديروا السيرو ممكن انكم ديروا معلقه ديال القهوه سريعه الذوبان اللي كتعجبكم مع شويه د الحليب اولا شويه د الماء، اولا تكتفيو غير بالحليب بوحدو. مهم لكم الاختيار طبعا.
صافي من بعد ما كنسقيوه كنخليوه على جنب، وكنديروا باش كندوزو باش نديروا الطبقه الثانيه. كنحتاجوا فيها نص لتر د الحليب وعلبه ديال الفلون. انا عندي هاد الفلون، هاد العلبه ديال 50 غرام كتكون بسكر سنيده. اذا درتو داك العلبه غير الصغيره ديال درهم و50 غديروا معها 3 المعالق ديال سكر سنيده. وديروا اي نكهه بغيتو، سواء الفاني اولا الفريز. انا هنا درتهم بجوج بهم ديال الفريز، وغنضيف عليهم 3 المعالق كبار ديال النشا اولا ديال كريم باتيسري. اللي عندكم متوفر ديروه. انا درت هنا 3 المعالق كبار ديال النشا، وغادي نديرهم على النار، الخليط على النار في نار اللي هي متوسطه، مع التحريك المستمر حتى كيعقد لنا هذا الخليط وكيتقلنا. من بعد ما كيتقلنا الخليط ديالنا غادي نضيف هنايا واحد 50 غرام ديال الشوكولاته البيضاء. ديروا اي نوعيه عندكم متوفره عملوها، وكتبقى اختياريه، ما بغيتوش ديروها ماشي مشكل. المهم هي كطيب واحد المذاق اللي مزيان. صافي غادي هنا في هذا الاثناء هذه غادي نقصوا النار نهائيا ونحركوا واحد شويه غير بيد ما تذوبنا داك الشوكولا، وغنطفيو على الخليط ديالنا. غنضيفوه على الطبقه ديال الجينواز وهو مازال سخون باش ما يجبنش معنا، وغندخلوه للثلاجه حتى يشبر في راسو مزيان. عاد ندوزو نديرو الطبقه الثالثه. بالنسبه للطبقه الثالثه كنحتاجو فيها نص لتر د الحليب، علبه ديال الفلون ديال الفريز، و جوج المعالق ديال كريم باتيسري. كنخلطوا كلشي مع بعضو، وكنضيفوا له معلقه صغيره د الملون الاحمر. هنا ما صورتوش سمحوا لي. من بعد ما كيعقد لنا الخليط ديالنا مزيان كنضيفوا له معلقه ديال الزبده كيف شفتوا باش كيعطينا داك اللمعان. هنا الطبقه الثانيه ها نتوما شوفوها راها شبرات راسها وبردات مزيان. على الاقل خليوها واحد 2 ساعات اولا ساعات المكانه في الثلاجه، المهم حتى يشبر راسو مزيان. وغادي نضيفوا عليها ديك الطبقه الثالثه اللي عملنا ديال الطبقه الثالثه، غنضيفوها عليها بهذا الشكل هذا وهي مازال سخونه، ونخليوها بنفس الشيء تبرد واحد شويه فوق سطح العمل. من بعد ندخلوها للثلاجه حتى تشبر راسها مزيان، عاد نقدموها. هنا بالنسبه لداك النجيمه فخديت ابسط حاجه، هذوك الحلويات ديال الكومه كيف كتشوفوا راهما موجودين في المحلات، كيكونوا على هذا الشكل هذا، كيكونوا غلاط شويه. هنا غنبدا نقسمهم على 5 ديال القطع اللي يكونوا متساويين، وغنفتحهم من الوسط وغنزول لهم داك الوسط ديالهم. داك الحلوى اللي كتكون في الوسط ديالهم هنايا راه عندي باللون الوردي، غادي نزولها. ومن بعد نوريكم كيفاش غنزينو. هاد الحلوى كتكون شويه قاصحه، ديروا معها شويه ديال الخضر، وحاولوا انكم تقطعوها القطع اللي متساويه. صافي هنا فتحتها وغنحاول نجبد داك الحلوى اللي في وسط منها. وغادي نقسموها للنص داك الشكل. هنا كيف كتشوفوا خرجنا الكيك ديالنا ولا الكاطو ديالنا، سميوه كيف ما بغيتو من الثلاجه. بعد ما شبر راسو مزيان تقريبا واحد ساعه المكانه حتى ل2 ساعات المكانه خليوه. وكنخرجوا هنا ندوز واحد السكين من الجوانب غير باش نتاكد انه ما يلصقليش، وكنفتحوا المول ديالنا كيتفتح بكل سهوله وكيجي ناجح كيف كتشوفوا بهذا الشكل هذا. حنا كنزولوا المول ديالنا كيعطي واحد المنظر اللي رائع جدا. بالنسبه لداك الحلوى اللي قطعنا بهذا الشكل هذا كيف كتشوفوا، كنشوفها كيفاش غادي تجي في الاول باش نزيد نقطع على داك الجنيبات من الفوق باش تجي لاصقه مع بعضياتها. صافي كنديروا النجيمه ديالنا، راه كلشي كيعرف يعمل النجيمه طبعا. بهذا الشكل هذا كنعملوا النجيمه ديالنا. انا دابا في الاول غير كنقيس غير نشوف كيفاش غادي يجي، واش مقادين. لما كانوش مقادين نقطع واحده اخرى مقاده. صافي هذا ما كان حتى كنقادو النجيمه ديالنا كامله وكنقدموه بالصحه والراحه. كيجي المنظر ديالو جد رائع، وفي المذاق كيجي خفيف بزاف ما تشبعوش منه وكيجي بنين. هنا كيف كتشوفوا قديت النجيمات ديالي وقطعت داك الحويشيات متلتين باش كيدخلوا في بعضياتهم كيف كتشوفوا بهذا الشكل هذا. المهم الكيك اللي هو بسيط وفرحت به طبعا ولدي وعائلتي. المهم شي حاجه اللي هي بسيطه وكتفرحوا بها وغير مكلفه تماما. والمذاق ما نعاود لكمش، راه كيجي بنين بزاف. كنتمنى انكم تجربوا لا فيديو ينال الاعجاب ديالكم، وان شاء الله ما نكونوا مع الفوز المنتخب ديالنا غدا ان شاء الله.
نجي في المرتبة الثالثة ان شاء الله باذن الله. علاش لا فرحونا بزاف. دازت واحد الفرحة اللي صراحة عمرنا ما حسينا بها بهذا الشكل هذا. وهذا ما كان، خليت لكم الراحة، نتلاقاو في لا فيديو جاي ان شاء الله. بسلامة عليكم.